السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم. ان شاء الله راكم كامل بخير وفي صحة جيدة. نقدم لكم اليوم شكشوكة بالبصل بورق البصل الاخضر والبطاطا، وصفة رائعة جدا ولذيذة. تفدين يعني باش ما نبذروش ذلك البصل، يعني الورق تاع البصل نستغلوه ونديرو فيه وصفات رائعة كما هاد الوصفة. كما نقدروا نديروا به حشو المحاجب، كما نقدروا نضيفوه يعني في البركوكاس، نضيفوه في اشياء كثيره. انا اليوم درت هاد شكشوكه به على بركه الله. نروحوا لطريقه التحضير. عندي هنا كميه من البصل الاخضر، الورق هذا ما نرموهش ونديروا به الشكشوكه. نقطعوه بهذا الشكل قطع صغيرة، نغسلوه جيدا ونحطوه في مقلاة ونضيفوا معاه القليل من الزيت النباتي. بهذا الشكل نقليو البصل تاعنا، نضيفوا له القليل من الملح بهذه الطريقة. وهنا نكون موجدة حبة بطاطا كبيرة قطعتها يعني قطع صغيرة بهذا الشكل. وهنا البصل تاعنا درت له الفلفل الاحمر، يعني اللي يحب يعني يدير التوابل والثوم. وهنا ضفت البطاطا نخليها طيب هكذا فقط بلا ما نضيف لها الماء، طيب يعني في لاصوص تاع البصل. وهنا اللي تنكي فقط درت حبيبه فلفل بهذا الشكل. معكم الوصفه تاعنا حاضره وجاهزه، وصفه رائعه لذيذه جدا وتوجد بالخف بهذا الشكل الجميل. والبطاطا طيبه ما شاء الله، ذوب يعني زبده ما شاء الله. شوفوا معنا البطاطا تاعنا طابت بدون اضافه الماء بهذا الشكل الجميل. إلى هنا وصلت إلى نهاية الفيديو، إلى وصفة أخرى والسلام عليكم.